تقدير النعمة ووضع المشاكل في حجمها الطبيعي. ده عنوان حلقة النهاردة من برنامج رمضان بيطورنا. أكتر حاجة وأول حاجة بنتعلمها وبنعدي عليها في رمضان هي إن احنا نقدر النعمة، نعمة الأكل ونعمة الشرب. أول يوم يومين 3 بيبقوا أصعب أيام، في إن احنا مش عارفين ناكل، مش عارفين نشرب. اللي عايز يشرب قهوة مش قادر يشربها، اللي نفسه يشرب شوية مية مش قادر. أيا كان بقى كل واحد فينا والحاجات اللي بيحبها. كده بنعدي على أول يوم بيبقى درس لقد ايه النعمة بتاعت المية اللي بنشربها كل يوم، ولا كوباية القهوة، ولا الأكل اللي بناكله. دي نعمة رهيبة واحنا مش حاسين بيها، وواخدينها كده، بيسموها بالانجليزي take it for granted. يعني واخدينها وخلاص، بطلنا بقى نحمد ربنا عليها. الموضوع ده مش المفروض ان احنا نتعلم منه بس ان احنا نقدر الاكل ونقدر الشرب. طبعا دي اول نعمة اللي المفروض نشكر ربنا عليها، بس المفروض الذكاء بقى ان احنا ناخد الموضوع ده ونرفلكت عليه ونشوف ازاي نطبقه في حياتنا. الميزة هنا لما بيكون عندك مشاكل كتير، ولو انت شخص كده وقفت وتفكرت وقعدت اول يوم صايم، وبعدين مش لاقي تاكل ومش لاقي تشرب، وبعدين جيت بقى رحت شارب بق ميه ساقعه، وبعدين رحت واخد كوبايه القهوه اللي نفسك فيها، وبعدين رحت واكل اكله حلوه، بتلاقي نفسك بتحمد ربنا، بتقول الحمد لله. بتقول الحمد لله ان الواحد يعني ده احنا عندنا مشاكل ومنغصه علينا وناسين ان احنا عندنا نعمه الاكل والشرب اللي غيرنا مش لاقيها. وده درس جميل قوي، بس ده درس جميل بطريقه محدوده. المفروض بقى ايه؟ تاخد الدرس وتمسكه بقى وتحاول تطبقه على كل حاجه في حياتك. الصيام هيخليك بس تتذوق النعمه بتاعت حرمان النعمه بتاعت الميه والشرب، بس مش هيخليك تتذوق انك لو اتحرمت من نعمه اهلك، لو اتحرمت من نعمة البصر، لو اتحرمت من نعمة السمع، ولا ان انت مش قادر تمشي، لو اتحرمت من نعمة كل ايا كان بقى. كلنا بقى عد كل النعم اللي عندنا، لان الصيام هو يعني درس واحد، بس المفروض ان احنا ناخده ونطبقه ونشوف ازاي بقى نطبقه على كل حاجة. مش لازم الواحد يخسر بصره علشان يقدر ان بصره ده نعمة جميلة وموجودة في حياته. مش لازم الواحد يخسر شغلته علشان يعرف يا الحمد لله الواحد كويس ان هو عنده شغل دلوقتي. مش لازم الواحد يخسر عيلته كلها يقدر الله يحصل لهم حاجة علشان يقدر ويعرف ان نعمة العيلة دي نعمة جميلة، حتى لو انا كنت بتخانق معاهم كل يوم، وحتى لو كنت مش طايقهم، وحتى لو كان بينا مشاكل. مش لازم. الحتة دي بقى بتاعتك انت اللي تاخد الدرس وتكمل عليه، وتشوف ازاي ان تقعد تتفكر كده، تمسك حته تفصص نفسك جسديا وتفصص حياتك. وكمان ده في ناس بتعمل الكلام ده بورقه وقلم، تقعد تمسك ايه النعم الفيزيكالي، النعم الجسديه اللي عندي، النعم الماديه اللي عندي، النعم المعنويه اللي عندي. ولما تقعد تكتب كل الكلام ده، تمسك الحاجات دي كلها وتحمد ربنا عليها. لما بتعمل كده بقى اللي بيحصل ده، الناس بقى اللي بره بيسموه علم الجراتيتيود. جراتيتيود ان انت تمسك الحاجه وتقعد تشكر ربنا بقى، وفاهم يعني. هو بقى اللي المسلم بيشكر ربنا، اللي مش مسلم بقى بيقعد بقى بيشكر الطاقه، ايا كان بقى هم تفكيرهم عامل ازاي. بس الافكت بتاعها واحد، التأثير بتاعها علينا واحد. ان انت لما بتبتدي يومك كل يوم ان انت تمسك الحاجات اللي عندك، ولازم تبقى الموضوع سبيسيفيك. يعني ايه؟ طبعا انك تحمد ربنا، تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ده جميل وان شاء الله ربنا يجازيك عليه خير. بس الافكت بقى ان انت تمسك الحاجه دي واحده واحده وتحمد ربنا، تقول الحمد لله على نعمه ابويا، الحمد لله على نعمه امي، الحمد لله على نعمه البيت اللي انا ملموم فيه، الحمد لله على نعمه ان انا قادر اتعشى، الحمد لله على نعمه. الحاجات دي بتخلي عقلك فعلا يفكر فيها، يخلي عقلك فعلا يمسكهم واحده واحده ويحس بقيمه الحاجات اللي موجوده فيها. الموضوع ما بيبقاش روبوتك اللي هو كأنه بقى خلاص بقى ميكانيكا، انت الحمد لله الحمد لله الحمد لله ومش فاهم انت بتعمل ايه. لا، ده تأثيره جميل. وده من ناس كتيره اللي بتمارس اليوجا او الصبح او المديتيشن، اللي هو تبتدي يومك وتفكر بطاقه ايجابيه وتقعد مش عارف ايه والكلام ده كله. ودي حاجه جميله قوي، جزء منها جراتيتيود. لازم هتلاقي نفسك بتقول لك ايه، ابتدي. لو مشيت على حاجه اسمها جايدد مديتيشن اللي هو بيخليك تقعد بيقول لك تعمل ايه، هتلاقيك دايما جزء منها يقول لك فكر في حاجه او 3 حاجات ايجابيه حصلت لك وانت شاكر ليها، بتحمد ربنا عليها. بتفرق جدا، بتبتدي يومك. طيب دي اول حاجه. الحاجه التانية بقى اللي مش بس بتخليك مبسوط وسعيد والكلام ده وبتفكرك ان انت في نعمه، ده بتفكرك ان انت في نعمه وبتخلي مشاكلك اللي انت بتعدي عليها دلوقتي اللي هي منغصه عليك تتحط في حجمها الحقيقي. يعني ايه؟
يعني ساعات كتير قوي بن اوفر ثينك، يعني بنقعد نفكر كتير في مشاكل صغيره. عندك مشكله في الشغل، تقعد بقى بنغص عليك حياتك، تبقى بتفكر فيها في الشغل وتفكر فيها بعد الشغل وتفكر فيها في الويك اند. عندك واحد مثلا صاحبك مضايقك واتخانقت معاه ولا مش عارف ايه، وتقعد تفكر في الموضوع، تقعد عربيه لا قدر الله اتخبطت، تقعد تفكر في الموضوع، الحاجات دي كلها. وساعات بقى مع الوقت بنبتدي ننسى ان احنا في نعم، ونبتدي بقى حياتنا بقت متركزه على المشكله دي. لما بتعمل بقى الجراتيتيود اكسرسايز اللي احنا بنتكلم فيه ده، لما بتبتدي تقدر الحاجات اللي عندك دي وتقعد تفكر فيها، الموضوع ده بيخليك تعامل المشكله اللي عندك اللي موجوده منغص عليك حياتك حجمها الطبيعي، تحطها قد كده صغنونه، انت تقفي على جنب. ليه؟ لان انا عندي مليون نعمه وعندي مشكله واحده، وده طبيعي، يعني جزء من الحياه بتاعتنا، وربنا بيختبرنا عن طريق ان هو يبتلينا من حاجات من هنا ومن هنا عشان يشوف هنصبر ولا لا، هنحمد ربنا ولا لا. فناخد الدرس كده ونطبقه. الدرس الصغير بتاع ان انا الحمد لله انا ما كنتش قادر اكل وبقيت اكل دلوقتي، الحمد لله ما بقيتش قادر اشرب ميه وبقيت اشرب ميه دلوقتي. الدرس ده مش ما نقفش عند حته الاكل والشرب بس، خده طبقه في كل حاجه. الحمد لله ده انا عندي حاجات كتير قوي ربنا ما خلانيش افقدها علشان احس بقيمتها، بس انا من عندي هجتهد وادور عليها وهعرفها وافكر نفسي بيها، علشان افكر نفسي قد ايه انا في نعمه. ولما افكر نفسي قد ايه انا في نعم كتيره، مشاكلي الصغيره اللي هي منغصه عليا حياتي هتتحط في حجمها الطبيعي وهتبقى قد كده، وهعرف اتعامل معاها بالمنطق وهتعامل معاها بطاقه ايجابيه اكتر، لان انا دلوقتي حاسس ان مش حياتي مش هتنتهي. لا، ده انا عندي نعم قد كده، وان شاء الله باذن الله هعرف اتعامل مع الموقف ده. ولو هو ده الحاجه الوحيده اللي عندي، حتى لو النعمه المشكله دي مش هتتصلح، مش مشكله، ما عنديش اي مشاكل، برضه هكمل. ففكر وخلي دايما ازاي، يعني شوف الحاجه اللي بنعدي عليها في رمضان، وخدها حاول تطبقها على اكتر من كده. خدها وحاول تطبقها على حياتك، وخدها حاول تشوف ازاي هسكيل البتاعه دي، ازاي هكبرها، طبقها في كل حاجه، وهتلاقي الدرس الصغير اللي انت ممكن ما تكونش واخد بالك منه ده في رمضان تاثيره رهيب على حياتنا من ناحيه السيلف ديفلوبمنت، وان هو يخلي العقليه بتاعتنا عقليه ايجابيه معظم السنه. فلو مسكت العاده دي وحاولت تخليها جزء من حياتك كل يوم، ان شاء الله حتى يوم في الاسبوع، حط كده، افتح المنبه بتاعك على التليفون واكتب جراتيتيود اكسرسايز، او اكتب ايه، احمد ربنا، تفكر واحمد ربنا في النعم اللي عندك. واستمريت على الموضوع ده، حياتك هتختلف تماما. هتلاقي نفسك كل اسبوع لما بتعمل الموضوع ده بتعمل ريست لنفسك كده، وتفكر لا ده انا عندي مشاكل بس مشاكل قد كده والنعم قد كده. ولو عملت الكلام ده كل يوم ان شاء الله 5 دقايق في المواصلات في اي حاجه، هتلاقي حياتك تختلف تماما. فده درس من الدروس الجميله اللي بنتعلمها من رمضان. شكرا لكم.